من حلم لحقيقة، منين جبت المصاري لأحصل على هيك سيارة إلكترونية باهظة الثمن بمواصفاتها العالية؟ ومنين جبت أول دفعة للتقسيط إذا إمكانياتي المادية ما بتسمح لي إني أنا أقسط بهيك مبلغ؟ تعالوا نجاوب رفيقتي اللي سألتني هيك سؤال، ولكن لما عرفت الجواب اصفر لونها. تعالوا نجاوبها مع بعض، وتعالوا احكموا بيني وبينها بالعدل. تابعوا الفيديو للآخر، ولو لسه مو مشتركين بقناتي بتمنى منكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل جديد. بتمنى تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء قد ما بتقدروا مشان قناتي تكبر فيكم. هلا بالبداية أنا رح أقولكم على شغلة وأنوه على شغلة كتير مهمة. يمكن كتير من الناس بتجهل هالشي، هذا الفرق بين الصديق والرفيق. الصديق هو إنه صديق لإلك، صديقة أنت متخذة صديقة واحدة وعدة رفقات. شو الفرق؟ هلا رح أقولكم. الصديق أنت وياها بتكونوا أصدقاء، بتكونوا كاتمين أسرار بعض، بتحبوا الخير لبعض. إذا شفتيها هي عندها جابت أولاد وأنت ما جبتي بتتمني لها الخير، مو ممكن أبدا تحسديها. أما الرفيق رفيق مختلف. الرفيق هو رفيق فنجان قهوة، رفيقك بالدوام، رفيقتك بالدوام، رفيقتك ممكن تروح على بلد تاني، ممكن تروح على شغل تاني، خلص انت سيتي. ممكن تجيب رقم تاني وتغير رقمها وانت سيتي، خلص. هذا الفرق بين الصديق والرفيق. الصديق دائما صديقك صديقتك. بتروحي مثلا على بلد تانية بتضلها هي صديقتك، لو بتغيبي عنها 10 سنين بتضلها هي الصديقة المخلصة لإلك، وبتتمنى لك الخير طبعا وين ما تروحي، وحتى بتسعى جهدها انه تنصحك وتقولك لا اعملي هيك سوي هيك، تتمنى لك الخير. وهون ببين الإنسان لما تحكيه بالمحك. لما انتي مثلا تشتري شغلة وتشتري هيك فستان، حتى لو كان فستان بسيط ممكن انتي تشتريه، بتروح هي لا مو كتير حلو عليكي، يعني في أحلى، هي بيكون حلو عليكي ولكن هي ما تمنت لك الخير. هون ببين الإنسان على حقيقته. فدائما الإنسان ببس يبين على حقيقته دغري، خلص. لو ما بدكم تتركوه، لو بدكم تضلوا على علاقة معه، ولكن اعملوا حاجز بينكم وبينه. لما صديقتك تقلك منين جبتي حق السيارة وهي بتعرف انه امكانياتك المادية ما بتسمح لك انه انت تقسطيها، وتعرف انه انت جبتيها مثلا، ما بتتمنى لك الخير، كمان اعملي حاجز بينك وبينها، لانه بالاخير رح تضرك. لو ضلت تفوت كمان يعني عندك وتطلع من عندك كمان رح تضرك. هلا انا قلت لرفيقتي اني انا جبت سيارة وهاي هي مواصفاتها وهيك انا كان رح يكون اول دفعة للتقسيط. هي قالت لي هم مبروك، بس مبروك من غير نفس. منين جبتي اول دفعة للتقسيط؟ طب شلون بدك تقسطيها؟ وشلون امكانياتك ما بتسمح لك؟ طب كيف؟ طب انا هلا رح اجاوبكم كيف. هلا انا احلامي دائما بتتحقق. اذا انا حلمت مثلا انه بكره رح يجيني رفيقة، تاني يوم بكره رح يجيني. فانا من باب المزح كانت هي عم تشرب معي فنجان قهوة، وانا فعلا كنت طالعة مشوار وكنت حلمانة قبل بيوم بسيارة زهرية، وتحقق حلمي اني طلعت وشفت سيارة زهرية. فانا عم بمزح معها وقلت لها انه انا شفت، انا اشتريت سيارة. فهي دغري ملامح وجهها ما تفسرت وصفرت وما تمنت لي الخير. فانا هون عرفت انه هي هاي مو صديقة. فقالت لي مبروك وشلون وكذا وهيك بطريقة استفزازية. فلما انا عرفت هيك وشفت هيك ما حبيت، حتى لو كنت انا ما صح لي اشتري هالسيارة، واكيد انا بهالوقت الحالي ما بطلع لي وما بصح لي اني اشتري هيك سيارة، ولكن دائما الانسان عنده قناعة بالشي اللي هو عنده اياه. فالحمد لله دائما وابدا على نعمة الصحة والعافية، وما بدنا ولا سيارة.